يا ترى ال OCD وال ADHD دول أمراض نفسية ولا ليهم اسم تاني؟ الحقيقة إن في حاجة اسمها الاضطرابات النفسية وده في فرق بينها وبين الأمراض النفسية. تيجوا النهاردة نعرف بطريقة سهلة وبسيطة إيه الفرق بين الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية، وده هيكون فيديو من سلسلة اللي محدش بيحكي عنه. قبل ما نتكلم عن الاضطراب النفسي تعالى أفكركم بالمرض النفسي عشان خاطر لو ما شفتوش الفيديو بتاعه. احنا قلنا قبل كده إن المرض النفسي بيبقى زيه زي أي مرض، بس الفرق إنه بيكون في المشاعر والتفكير، وإن المريض النفسي بيكون واعي بكل اللي بيحصل حواليه، لكن هو أوقات بيكون محتاج لعلاج. طب يا ترى لو ده المرض النفسي، الاضطراب النفسي يكون إيه؟ ويا ترى هو أخف ولا أخطر ولا هو حاجة تانية خالص ملهاش علاقة؟ الاضطراب بيكون أخف وممكن يكون خطوة قبل المرض، يعني ممكن يعدي ويتلحق لو اكتشفناه بدري وتعالج صح، وممكن كمان يكون مرتبط بفترة معينة في حياتنا زي اضطراب القلق العام واضطراب ما بعد الصدمة. يعني ممكن الاضطراب يتحسن أو حتى يختفي لو الشخص أخد خطوات بسرعة. دي حقيقة، بس هو محتاج شوية وعي واهتمام. طب إيه هي الحاجات اللي ممكن نقول عليها الاضطراب؟ عندنا ال ADHD، ده يعتبر اضطراب نفسي، مش طفل عنده شقاوة أو شبه مش قادر يركز وبيتنقل من حاجة للتانية ومش قادر يقعد ساكت. وعندنا ال OCD، ده حد بيفضل يغسل إيده كل شوية أو يعمل نفس الحاجة 10 مرات وما بيقدرش يوقف نفسه، دي مش نظافة زيادة، ده اضطراب. أو شخص قلقان طول الوقت على حاجات ممكن ما تحصلش، ده اضطراب القلق العام. بانيك ديس اوردر، ده حد بيجيله نوبة فجأة حاسس إن هو هيموت أو هيتخنق أو قلبه هيقف، ده برضه اضطراب. حد تاني يا إما مش بياكل خالص يا إما بياكل بشكل مبالغ فيه، بيأثر على صحته النفسية والجسدية، ده برضه نوع من أنواع الاضطراب. يعني مش كل شوية قلق أو وسوسة أو تفكير يبقى مريض، لأ ممكن يكون نوع من أنواع الاضطراب. طب إزاي أعرف إن أنا عندي اضطراب؟ خلينا متفقين إن مش شوية قلق أو وسوسة أو خوف هيبقوا اضطراب، بس في حاجات لو حصلت في يومنا بشكل متكرر وأثرت عليه يبقى ممكن إن أنت محتاج تسأل حد مختص فيها أو تراجع نفسك. خلينا متفقين على أول حاجة إن الموضوع مستمر وبشكل متكرر، يعني مش حاجة حصلت في يوم وعدت، لأ دي استمرت لمدة أسابيع وشهور وكمان أثرت على حياتك. مش قادر تتحكم فيه، يعني انت بتحاول تبطل التصرفات دي بس مش قادر، كأن حاجة بتأثر فيك، مأثر على حياتك، مش عارف تشتغل ومش عارف تتعامل مع الناس زي الأول، أو حاسس إنك متغير ومش عارف تفهم نفسك وتايه. آخر حاجة إن الناس اللي حواليك لاحظت التغيير ده عليك، سواء بقى دول أهلك، صحابك، شريك حياتك. لو حاسس إنك مش مرتاح ومش قادر ترجع لطبيعتك يبقى تستحق إنك تدي لنفسك فرصة تانية وتروح لحد مختص. مش لازم تكون مريض عشان تروح لمختص، انت ممكن تروح علشان تفهم نفسك أكتر. وافتكر دايما إن مش معنى إنك متضايق أو متلخبط إنك ضعيف أو مجنون. الاضطرابات النفسية موجودة والوعي بيها هو أول خطوة إن احنا نعيش حياة أحسن ونعديها. لو حسيتوا إن الكلام لمسكوا أو شبهكم ما تتكسفوش، انتوا مش لوحدكم. طلب المساعدة مش ضعف، ده شجاعة. قولوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة حسيتوا انها مش مفهومة في موضوع الاضطراب ده، والفيديو الجاي حابين يكون عن انهي اضطراب بالتحديد.